مساء الخير حبابي حباباتي. هذه الأمسية بمناسبة عيد العمال أول ماي 2023 اللي صادف أيضا عيد ميلاد الأخت تاعي اللي نتمنى لها كل السعادة والهناء. نقول لها عيد ميلاد سعيد، كل عام هي بخير. اليوم درت معاكم هذا الموسكوتشو اللي كما نقولوا نعبروا به على هذا العيد اللي خاص بكل العمال الجزائريين. نتقدم بصفتي كأستاذة تاع لغة إنجليزية بأحر التهاني وأطيب الأماني لكل الجزائريين وكل العمال الجزائريين، والأخت تاعي اللي اليوم عيد ميلادها في 1 ماي. حبابي حباباتي، هذا الموسكوتشو ما كانش فينا اللي ما تعرفش دير الموسكوتشو. زينته بطريقة بسيطة، شوية بيستاش شوية كاوكاو، ودرته يعني بطريقة تقليدية على تاع أمهاتنا، بتاع كما نقولوا احنا 2 بيضات، كاس سكر، كاس زيت، عندنا 1 خميرة، 1 فاني، ونص كاس حليب. خلط كلش مع بعضه، ضربتهم بالضراب ولا الباتر، ومن بعد حطيتهم يطيبوا على 180 درجة. بعد ما خرج زينته بهذه الطريقة البسيطة اللي قلنا فيها شوية كونفيتور ولا المربى تاع المشمش والكاكاو هذا اللي في النص، وزينته بهذه الزهرة الجميلة اللي ترمز السلام، اللون الأبيض. ونقول لكم عيدكم سعيد. كما نتقدم ثاني بأحر التهاني للأساتذة والمفتشين وكل قطاع التربوي، وإلى كل من ساهم في جد وكد ونشاط في إفناء حياته لهذا العمل. فعيد سعيد وعمر مديد، وعيد سعيد أيضا أختي العزيزة، كل عام وانتي بخير. وما ليا غير نقول لكم تهلاو إن شاء الله في رواحكم، وحليتكم بهذه الحلاوة وبحلاوة الرسول عليه الصلاة والسلام. ونقول لكم صلوا عليه، اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. وابقوا على خير في فيديوهات قادمة إن شاء الله. مع تحياتي فرح فداء، ولاية خنشلة، الجزائر.